أهلا بيكم. النهاردة هنبص على عالم التجارة من زاوية مختلفة تماما، مش مجرد بيع وشراء، لأ، إحنا هنتكلم عنه كنظام ضخم، زي ماكينة عملاقة بتشكل عالمنا اللي عايشين فيه. طيب، خلينا نبدأ بسؤال بسيط في ظاهره لكنه مهم جدا. أول حاجة بتيجي في بالنا لما نسمع كلمة تجارة إيه؟ غالبا بنفكر في محلات، فلوس رايحة جاية، منتجات بنشتريها. بس زي ما هنشوف مع بعض القصة أعمق من كده بكتير. يعني الفكرة اللي ببالنا دايما هي اللقطة الأخيرة، اللي هي المعاملة البسيطة بتاعة الشراء. لكن في الحقيقة التجارة هي كل اللي بيحصل وراء الكواليس. هي المحرك الجبار اللي بيحل مشاكل لوجستية وتشغيلية معقدة جدا عشان يخلي عملية الشراء البسيطة دي ممكنة أصلا. رحلتنا النهاردة متقسمة لأربع محطات، هنبدأ من جوه الشركة نفسها وبعدين نطلع على العالم الرقمي، وفي الآخر خالص هنبص على الصورة الكبيرة وتأثير كل ده على العالم كله. تمام، يلا بينا نبدأ في أول جزء. جوهر التجارة الحقيقي هو إنها نظام متكامل مصمم عشان ينظم ويسهل كل العمليات اللي بتخلي أي بزنس مش بس يشتغل، لأ، ينجح ويكبر. يعني إحنا بنتكلم عن سلسلة طويلة، بتبدأ من أول التفكير في استراتيجيات التصنيع، وتعدي على التسويق والشحن والتخزين، وتوصل في النهاية لاختيارات العميل. كل الحلقات دي في السلسلة لازم تشتغل مع بعض بكفاءة عشان عجلة الاقتصاد تفضل دايرة. طيب، بعد ما فهمنا إن التجارة نظام، لازم نسأل مين اللي بيشغل النظام ده؟ الإجابة بسيطة ومحورية في نفس الوقت: الناس. الموظفين هم فعلا المحرك الحقيقي اللي بيزق أي بزنس لقدام. وهنا بيظهر واحد من أكبر التحديات اللي بتقابل أي مدير أو صاحب شركة. إزاي تخلي فريقك متحفز ويطلع أحسن ما عنده؟ طبعاً واحدة من أشهر الأدوات اللي بتستخدمها الشركات هي الحوافز المادية. الفكرة تبان سهلة، بس تنفيذها قصة تانية خالص. السلايد دي بتورينا المعادلة الصعبة بتاعت الحوافز. من ناحية هي أكيد أداة قوية عشان تشجع الناس، بس من الناحية التانية لو متعملتش صح ممكن تأثيرها يتقلب للعكس تماماً وتسبب إحباط. تخيلوا معايا موظف فضل سهران ليالي عشان يحل مشكلة كبيرة في مشروع، بس المجهود ده مش بيتقاس بالأرقام في تقرير الأداء بتاعه. هنا بالظبط بتبدأ المشكلة. وهي دي بقى النقطة الجوهرية. أنظمة التقييم اللي بتحدد المكافآت غالباً بتركز على حاجات سهلة القياس، وبتتجاهل مجهودات حيوية ومهمة صعبة تترجم لرقم. وده بيخلق عند الموظف إحساس إن مجهوده مش متشاف أو مش متقدر. والموضوع مش واقف عند الحوافز وبس، ده بيمتد لهيكل الشركة كله. مثلاً لما شركة تقرر تعمل أوتسورسينج لقسم الموارد البشرية عشان توفر تكاليف، ده ممكن يكون قرار كويس من الناحية المالية على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ممكن يدمر ولاء الموظفين ويخليهم يحسوا إنهم مجرد أرقام في السيستم، مش جزء من كيان واحد. دلوقتي بقى خلينا نعمل نقلة كبيرة ونتكلم على أكبر ثورة حصلت في التجارة الحديثة: التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية. الإنترنت حرفياً قلب كل الموازين. بصوا يا جماعة على الجدول ده، لأنه بيلخص قصة كبيرة ومهمة جداً. على الشمال عندنا تكاليف المحل العادي: إيجار، ضرايب، فواتير كهرباء ومية، مرتبات، صيانة، قائمة طويلة ومكلفة جداً. دلوقتي نبص على اليمين، المكتب الافتراضي. التكاليف بتقل بشكل مرعب. بدل إيجار محل بتدفع استضافة موقع، بدل مرتبات بياعين بتستخدم سوفت وير. الفرق ده مش مجرد توفير فلوس، ده هو اللي سمح لآلاف المشاريع الصغيرة إنها تظهر وتنافس. والتحول ده ما كانش في صالح الشركات بس، لأ، ده حط قوة رهيبة في إيد المستهلك. دلوقتي أي واحد فينا يقدر في دقائق يقارن أسعار منتج واحد بين عشرات المواقع، ويشوف تقييمات ناس تانية اشترته ويشتريه من أي بلد في العالم وهو قاعد مكانه. دي شفافية وسهولة ما كانتش موجودة أبداً قبل كده. والقصة لسه ما خلصتش، التطور مكمل وبقوة. المستقبل بيجهز لنا موجة جديدة من التكنولوجيا، زي الذكاء الاصطناعي اللي هيخلي العمليات كلها أذكى وأسرع، والواقع المعزز اللي هيخلينا نقدر نقيس جاكيت أونلاين أو نحط كنبة في صالون بيتنا عشان نشوف شكلها قبل ما نشتريها. التجربة كلها هتبقى متفصلة على كل واحد فينا. طيب، بعد ما بصينا على التجارة من جوه الشركة وفي السوق الرقمي، يلا بينا نطلع بالعدسة لأبعد نقطة ونشوف الصورة الكبيرة. إزاي كل الأنشطة دي بتأثر على العالم كله، من الأمن القومي للتنمية العالمية. العولمة اللي هي نتيجة طبيعية للتجارة الواسعة عاملة زي العملة اللي ليها وشين، من ناحية بتفتح فرص اقتصادية ضخمة للكل، ومن ناحية تانية نفس السهولة في التواصل ونقل البضائع بتخلق تحديات أمنية جديدة ومعقدة.
والنظام العالمي الضخم ده مش قايم بس على الشركات العملاقة زي ما ناس كتير فاكرة. القلب الحقيقي اللي بينبض في معظم اقتصادات العالم هو الشركات الصغيرة والمتوسطة دي، اللي بتوظف من 5 ل100 شخص. هم دول المحرك الأساسي للاقتصاد والابتكار. فلما نجمع كل التأثيرات دي مع بعض، هنشوف إن وجود نظام تجاري صحي وقوي هو أساس كل حاجة تقريباً. هو اللي بيحرك عجلة النمو الاقتصادي، وبيساهم في التنمية الاجتماعية عن طريق توفير وظائف، وبيقوي العلاقات والروابط بين الدول. وقوة النظام ده بتظهر بشكل لا يصدق في أوقات الأزمات. شبكات الشحن واللوجستيات العالمية اللي بنستخدمها كل يوم في التجارة هي اللي بتشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الدولية، وهي اللي بتضمن إن الأكل والدواء والمساعدات توصل للمناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن. وهنا نوصل للنقطة الأخيرة والمهمة جداً. التجارة دي مش حاجة ثابتة، ده كائن حي بيتطور وبيغير شكله كل يوم، وكل تطور بيجيب معاه فرص جديدة وبرضه تحديات جديدة. وده بيسيبنا قدام سؤال كبير للمستقبل: يا ترى مع كل التغيرات دي إيه هي المشاكل الجديدة اللي مستنية الجيل الجاي يلاقي لها حلول؟